اسمي جميل حسن الرحيم من دير الزور، من منطقة الصور. وسكن الحالي العزبة. عسكري. تعرفت على أشخاص اثنين، أبو محمد وأبو خالد، بتركيا عن طريق أخوي صدام. أخوي صدام يشتغل بإنشاءات في تركيا. عن طريقه تعرفت على اثنين، أبو خالد وأبو محمد. أبو محمد ما كان يحكي معي كثير، مرة أو مرتين، بس أكثر شيء كنت أتواصل مع أبو خالد. فأول مرة صار يقول لي إيش ما تشتغل معانا وكذا وهاي. قلت له إيش بدي أشتغل معك؟ قال لي صور لنا مثلا حواجز، صور لنا سيارات عسكرية. فبعث لي $200، صورت له حازيا للأسايش وسيارة عسكرية كانت مارقة بالطريق. فقال لي هذا ما يفيدنا، بعث لك مصاري أنا أكثر إذا بدك، بس صور لي يعني شيء أحسن. فقال لي هذول الحازين اللي صورت لنا إياهن ما ينفعنا بشيء. بدنا منك، راح نبعث لك عبوة وتنقلها من بس إن توصل لدير الزور بنخبرك وين تاخذها وين توديها. فاستنيت شي 10 أيام، واتصل فيني قال لي العبوة صارت ببير الحكومة، تاخذها من بير الحكومة على رويشت. كل واحدة بيها هي 10 كيلوات، يعني إذا يطجن دمر جريح. بالله عليك ها خيو انت عاد خيو اتصرف زين. الدفع قالوا اول عمليه يسويها ما له سلاح، مو اي سلاح، كله سلاح ثقيل، قناصات مسدسات، بس قال لنا بس لحتى يبي يثبت حاله، قال لحتى يثبت حاله بس. تمام، يعني هاي اسمها تجربه، اسمها تجربه. انت عاد على 100 مهلك. تمام، شوف لك شيء محل شيء ثاني يكون بيعان تجي طققين بيهم. ايه حاطين لي جهاز الهاتف وما بين علي، كانت مقلوبة وحاطين عليها الزيق وتوني عرفتها لقيتها. وطلب مني إنه أنا اللي أشتغل بإيدي، يعني أنا اللي أفجر وكذا وهاي. قلت له ما أعرف ما كذا. قال لي لا، بعث لك مصاري وبعث لك واحد يعلمك كيف تشتغل عليها، على الأجهزة وما أجهزة. بعدين تعرف بين ولا لا؟ اذا ما تعرف بين انت احكي مع زلمه يلي جابني يجي خلي عندك ماشي بيعلمك عليهن، لانه انت جزء ما تعرفينها. وطلب مني كمان إنه صور مجلس دير الزور عسكري، وسوى وعمل إشارة هيك عليها. وقال لي العبوة بس توصلها لمنطقة رويشد، تكتب التاريخ إنك وصلتها على البيت اللي تاخذها عليه، وتكتب عليها جند الفرات. اكتب عليها، اكتب عليها تمام جند الفرات او على الحائط او اي شيء. تمام، مشان انه يقولك. قال لي تزرعها على الطرقات، نقول لك نحن نقول لك أي مكان، وين المكان وعلى أي طريق، وأنت بتاخذها بتزرعها. بس نعلمك. هلا قال لي ما بتعرف أنت فيهن، بس بنعلمك عليها، بنقول لك نحن وين المكان والزمان وبنت تفجرها. ما قال لي مين المستهدف، أما قال لي بنخبرك، بس تاخذهن بتخبيهن وبعدين بنقول لك إيش تساوي. قبلت بهذا العمل. وضعي كان ضعيف، وضعي المادي ضعيف جدا، وأغراني طبعا هو بالمصاري. قال لي تكتب التاريخ وتكتب جند الفرات. أخوي صدام متعامل مع أبو خالد وأبو محمد، وأبو خالد وأبو محمد متعاملين مع الاستخبارات التركية. كنت بتواصل بس مع أبو خالد، تواصل، طلب مني بس هذول الصور، الحواجز والهاي. طبعا مو هذا قصده، بده أكثر، يعني بده شيء أحسن. بس أنا قلت له ما أقدر أوصل يعني لأفواج ألوية، صعبة علي ما أقدر. أما حاجز على الطريق سيارة عسكرية، إيه على الماشي أصور لك إياها. قال لي هذا ما ينفع، بدنا شيء أحسن. قلت له ما. قال لي ابعث لك عبوات معناته. أكيد بده يستهدف عسكري، يعني يوم عبوة بدك تزرعها لمين بدك تستهدف؟ عسكري. كلياتها على بعضها من أول ما توصلنا لحد استلام العبوة 20 يوم. بده يعني حدا كمان معي يساعدني، يعني من اللي أعرفهم أنا، مثل من قرايبي، من حدا هين. ما أثق بحدا، أنا ما أقدر أجيب حدا معي. هني أهدافهم كان إنه يبنوا خلية. طلب مني إني أحط مجلس دير الزور العسكري بالأرض، وأحط قدمي عليه، واعمل هيك إشارة. $200 بس على الفيديوهات. وقال لي بس تستلم العبوة
وتحطها بمكان آمن بعث لك $500، بس ما بعث. اختاروني لأني موجود ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، يعني هيك اختاروني. بتحطها بمكان آمن، وبعدين نحن بنعلمك أول بأول، بنعلمك كيف تشتغل عليها، كيف يعني أنا أول مرة بحياتي أشوف عبوة، قال لي بنعلمك كيف بتفجرها، كيف تستعمل الجهاز، كيف نوع الجهاز، وقال لي بعدين بنقول لك وين تحط العبوة، وين تزرع العبوة، صور، رويشد، عزبة، بصيرة. حاليا بأضنة تركيا. قال لي إنه أنا بأضنة، موجود بأضنة. يكذب ما يكذب ما أعرف. المسألة لما رحت أجيب العبوات لقيت كمين قدامي موجود. اتصل فيني أبو خالد، بعث لي مقطع صوت. أنا بهالوقت كنت راح أقبض راتبي، وعلى الطريق خبرني قال لي تروح صارت العبوة ببير الحكومة، تروح تستلمها وتأخذها على رويشد. فرحت، لما وصلت لقيت الرفاق موجودين من قدامي، قالوا لي مباشرة ارفع يديك سلم. تم القبض علي لأني تعاملت مع خلية تابعة للاستخبارات التركية، ومهمة الخلية زرع عبوات للرفاق قوات سوريا الديمقراطية.